وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناه مشغولات لولا. وزي ما تعودنا دايما شعارنا هو الصعب مع لولا اسهل من السهوله. في بدايه الفيديو بقول لكم يلا بسرعه نعمل لايك للفيديو ده، واللي ما اشتركش يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لك كل حاجه جديده مع لولا. دايما كل شغلنا وكل حاجاتنا اللي احنا بنعملها هي الاولى، وانفراد وحصري. دايما شغلنا كله مختلف عن كل القنوات التانية وعن اي شغل. كل شغلنا مميز. اتمنى دايما يكون شغلنا عاجبكم، وما تنسوش يا حبايبي تكتبوا لنا كومنتات حلوه. يلا شجعوني شجعوني. هنبدا النهارده ان شاء الله نكمل شغل الحرير اللي احنا اشتغلنا المره اللي فاتت بلوزه تحفه بشغل الهربن، بنقول الهربن يعني. طبعا يعني هو الشغل ده مناسب جدا جدا للكبار وبيكون شكله تحفه. بس طبعا عشان خاطر احنا النهارده هنعمل بلوزه صغيره كده لبنوته صغننه، مش هينفع معاها شغل هيربن طبعا للاسف، لان طبعا كل خيوط وكده مش هيتحمل مع طفله 4 سنين. ان شاء الله هنشتغل النهارده لطفله 4 سنين. باقي الخيوط طبعا احنا كنا جايبين في دي 6 شلات، والشله 50 جرام. استخدمنا 200 جرام في البلوزه اللي فاتت، والوقت عندنا 100 جرام بس ان شاء الله هنستخدمهم في البلوزه بتاعت النهارده. اكيد الموديل هيعجبكم باذن الله، وهسيب لكم دلوقتي صور للموديل تشوفوها. اتمنى الموديل يعجبكم. بنحاول نوريكم بكذا لون بكذا شكل، وطبعا هو ملبوس. طبعا انا هوريكم على انسه كبيره، بس طبعا انا هعمله موديل صغير، وهقول لكم ازاي تحددوا المقاس عشان تعملوا اي سن انتوا محتاجينه، ما تتأيدوش بالشغل اللي انا بعمله. ويلا بينا دلوقتي نتفرج على شكل الموديل هيكون عامل ازاي في اللبس. اتمنى يعجبكم. دلوقتي يا حبايبي احنا هنستخدم النهارده ان شاء الله، اللي ما تابعناش وشاف الفيديوهات السابقه قبل كده، هنستخدم النهارده خيط حرير يارن ارت توليب. تمام. لو انت دخلتي على جوجل وبحثتي على يارن ارت توليب هيجيلك الوان في منتهى الجمال كتير جدا، وطبعا تختاري اللون اللي تحبيه. طبعا احنا هنشتغل النهارده، طبعا الخيط زي ما انتم شايفين كده رفيع جدا، فاحنا ان شاء الله هنشتغل النهارده بابره رقم 2. الابره دي 2 بس. طبعا انت تقدري تستخدمي اقل من كده، لان الخيط زي ما انتم شايفينه كده ارفع بكتير كمان من ابره رقم 2، بس انا ما بحبش اشتغل باقل من 2. وبحب دايما البلوزات بتاعتي تكون مريحه شويه، ما تكونش مشدوده، فعشان كده دايما بحب اعمل البلوزات بابره اكبر من مقاس الخيط بتاعنا. تمام كده. هنبدا دلوقتي على طول نشتغل، وهقول لكم احنا هناخد مقاس البلوزه دي ازاي. البلوزه دي اولا احنا هنبداها من تحت. البلوزه دي احنا هنبداها من تحت، يعني انت هتاخدي المقاس من تحت. خلاص، مقاس الدوران من تحت. انت حابه تشوفي مقاس بنوتك، اول حاجه هتعمليها ان انت هتاخدي دوران، مش الوسط، لا المكان اللي انت هيكون اخر حاجه ليكي. يعني قصدي مثلا نجيب مثلا المازوره بتاعتنا ونقيس من تحت. خلاص البلوزه، وتشوفي انت عاوزه بلوزتك تكون طول ايه، يعني طولها لحد فين، وتقيس الدوران في المنطقه دي. يبقى دي البلوزه من تحت، بنقيس الدوران من تحت. خلاص تمام كده. يبقى انا خدت الدوران بتاعي المقاس بتاعي من تحت، وهعمل بيه سلاسل. خلاص. طيب انا غرزتي النهارده هشتغل على عدد سلاسل يقبل الاسم على 16 او مضاعفات العدد 16. يعني ايه برضو مش فاهمه؟ يعني اعمل 16 سلسله، وبعدين اعمل 16 سلسله، وبعدين اعمل 16 سلسله. هفضل اعمل 16 16 16 16 لغايه ما اشوف المقاس اوصل له اللي انا عايزاه. يعني انا هفضل اعمل 16 سلسله لغايه ما اوصل لمقاسي المطلوب. اتفقنا كده؟ بعد ما عملت 16 سلسله مضاعفات العدد 16، لما نقول مضاعفات العدد 16 او مضاعفات اي عدد يعني بكرر نفس العدد كذا مره لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه. طيب بعد ما خلصت ووصلت للمقاس اللي انا محتاجاه، اروح عامله سلسله واحده بس كمان مزودها. خلاص يبقى انا عملت 16 16 16 16 16 16 لغايه ما وصلت خالص للمقاس، وبعدين اعمل سلسله واحده بس. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هقفل الشغل بتاعي ازاي؟ نركز مع بعضينا عشان خاطر القفله دي مهمه جدا. خلي بالك ما تغلطيش فيها. احنا بنفرد السلاسل. شوفي، اول حاجه بنقفل على الابره بتاعتنا كده، بنبدا ان احنا نفرد السلاسل بتاعتنا اهو كده اهو. تفرديها تخليها مظبوطه قدامك، تفضلي تفرديها
خلاص. تظبطي سلاسلك كلها زي ما انت شايفه كده، ما تخليش حاجه مقلوبه وحاجه معدوله اهو، تخليها معدوله كلها. تمام، لغايه النهايه اهو، احنا بنعدلهم مع بعض كده لغايه النهايه. خلاص يا حبايبي، شايفين اهو. بسم الله، نوصل لغايه ما نوصل للنهايه خالص اهو. وصلنا لاول سلسله. هدخل هنا في اول سلسله هنا احنا عملناها بالابره، وهجيب الخيط بتاعي خلاص، واعمل غرزه منزلقه يعني الف، واسحب من كل الحلقات. وبكده انا قفلت على الايه، الدوران اللي انا محتاجاه. خلاص انا كده هبدا اشتغل بعد كده الغرزه بتاعتي، ونشوف الغرزه بتاعتنا هتشتغل عليها ازاي. دلوقتي يا حبايبي انا قفلت. بعد ما قفلت كده خلاص الحلقه بتاعتنا او السلاسل بتاعتنا قفلتها كده وخلاص، خليتها دايره. طبعا انا كبرت لكم الشاشه بس عشان تشوفوا الغرزه عامله ازاي. هعمل سلسله وهدخل في نفس الغرزه اللي طلعت منها، نفس الغرزه دي هدخل فيها تاني واعمل غرزه حشو. خلاص بعد كده هعمل 3 سلاسل، واعمل 3 سلاسل كده خلاص. يبقى هعد من تحت 3 سلاسل، 1 2 3، والسلسله الرابعه هدخل اعمل فيها غرزه حشو، وبعدين اعمل 3 سلاسل واعد من تحت 1 2 3، والرابعه ادخل فيها واعمل غرزه حشو، وهكذا يا بنات لغايه نهايه السطر. اعمل 3 سلاسل واعد من تحت 3 سلاسل، والسلسله الرابعه ادخل اعمل فيها غرزه حشو، واخلص كل السطر وارجع لكم تاني ان شاء الله، ونشوف هنعمل السطر اللي بعده ايه. بعد ما قفلنا كده يا حبايبي الغرز، هنبدا اول فراغ ندخله، اول فراغ هنا على طول اهو. هدخل في اول فراغ ده واعمل غرزه منزلقه كده. تمام، بعد كده هعمل سلسله وادخل في نفس الفراغ تاني واعمل غرزه حشو خلاص، وبعدين 3 سلاسل 1 2 3، وادخل في الفراغ اللي بعده على طول ده واعمل غرزه حشو، وبعدين 3 سلاسل. تمام، بعد كده هعمل في الفراغ اللي بعده على طول، الفراغ اللي بعده على طول ده هعمل 6 اعمده. ادي 1 2 3 4 5 6. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده على طول ده واعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، والفراغ اللي بعده على طول اعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل تانيين، والفراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو. بعد كده هعمل في الفراغ اللي بعده على طول 6 اعمدة. بالفراغ ده هعمل 6 اعمدة. ادي 1 2 3 4 5، وبعدين العمود السادس. تمام، هدخل على طول في الفراغ اللي بعده ده واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل ايه بعد كده؟ اعمل 3 سلاسل 1 2 3، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. رجعت لكم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده بعد ما خلصنا الدور كله، وهبدا دلوقتي ان انا اشتغل على طول الدور اللي بعد كده. وطبعا انا بحب احط الماركر ده في الحلقه الاخيره بس عشان خاطر الخيط حرير وطبعا بيتفك بسهوله، عشان بس لما ارجع لكم تاني مفيش حاجه تتفك مني. خلاص انا كده دلوقتي عملت اخر حاجه عملتها 6 اعمده. تمام، هلاقي اخر حاجه
او يعتبر بقى اول حاجه اشتغلتها خالص كان غرزه الحشو والثلاث سلاسل، وغرزه حشو 3 سلاسل وبعدين استعمل. صح كده؟ هدخل في غرزه الحشو دي هنا واعمل غرزه منزلقه كده، هعمل غرزه منزلقه. تمام. نقرب الشغل بقى شويه عشان نشوف احنا هنشتغل ازاي. طيب دلوقتي يا حبايبي هدخل في غرزه دي، هدخل هنا اللي هي في الفراغ ده وهعمل غرزه منزلقه. تمام. وبعدين اعمل سلسله واعمل في نفس الفراغ تاني غرزه حشو. خلاص كده. بعدين سلسله واحده بس. بعد كده هروح عند الفراغ اللي بعده على طول، اهو الفراغ شايفينه، وادخل فيه واعمل غرزه حشو. تمام لحد كده شايفين؟ يبقى انا عملت غرزه حشو وبعدين سلسله وبعدين غرزه حشو. بعد كده يا حبايبي هلف لفه على الابره خلاص، وهشتغل فوق العمود. شايفين العمود ده؟ هشتغل فوق العمود ده عمود، فوق العمود كده هشتغل عمود. ادي العمود خلاص. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. تمام كده. هلف لفه على الابره وهدخل، وخدوا بالكم معايا بقى في النقطه دي، ده العمود صح؟ ده العمود. انا لفيت لفه على الابره اهو، هدخل في العمود نفسه. فين؟ اهو العمود اهو، كله خط العمود اهو. هدخل في العمود واعمل غرزه بف. ادي لفه واطلع، شايفين؟ وادي اللفه التانيه واطلع، ها، وادي اللفه التالته، والف واطلع من كل الحلقات، وبعدين الف واخد سلسله. ناخد بالنا تاني من نفس الحركه تاني ونشوف هنعمل ايه. هنلف لفه على الابره وهندخل اهو في العمود اللي بعده. العمود هدخل اشتغل فوق العمود عمود. ادي اشتغلت عمود، شايفين؟ وبعدين 3 سلاسل وهلف لفه على الابره. تمام. شايفه العمود اهو، العمود ادخلي هنا في الفراغ ده بتاع العمود جنب العمود على طول اهو، يعني هتلفي حوالين العمود وهتلفي وتطلعي. تاني مره هتلفي وتطلعي، تالت مره كمان لفه وهتلفي وتطلعي من كل الحلقات، وبعدين تاخدي سلسله تقفلي على الغرزه. تاني نشوف نفس الكلام. هلف لفه على الابره وهدخل اعمل فوق العمود عمود. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. هلف لفه على الابره، ها نركز بقى. لف لفه على الابره وهاجي على العمود ده وهدخل هنا اهو، شايفين العمود اهو. هدخل هنا في الفراغ ده وهلف واطلع، هدخل والف واطلع، ها، والف لفه على الابره 3 مره اهو، والف واطلع من كل الحلقات، وبعدين اخد سلسله كمان مره. هلف واعمل عمود فوق العمود اللي عليه الدور اهو، عمود اهو. كده كام؟ كده رابع عمود صح؟ ادي رابع عمود. انا كده عملت عمود 2 3. بعد كده ادي 1 2 3. هلف لفه على الابره وهدخل هنا، ها شايفين؟ هدخل هنا في الفراغ ده اهو هنا، وهلف واسحب والف لفه على الابره وادخل تاني في الفراغ والف واسحب، وادخل كمان 3 مره، اخد لفه على الابره وادخل 3 مره واسحب، وبعدين الف واطلع من كل الحلقات واخد سلسله. شايفين؟ يلا لسه كمان عمودين. لف لفه على الابره وادخلي في العمود اللي بعده واعملي عمود، وبعدين 3 سلاسل. لف لفه على الابره، ادخلي في الفراغ ده ولفي واطلعي. لف لفه على الابره، ادخلي في الفراغ ولفي واطلعي، ها، 3 مره ولفي واطلعي. بعد كده لفي واطلعي من كل الحلقات، وبعدين خدي لك سلسله وشوفي اهو. ادي 1 2 3 4 5، لسه اخر عمود. هتلفي لفه على الابره وتروحي على اخر عمود تعملي فوقه عمود، وبعدين 3 سلاسل. لف لفه على الابره
وادخلي فين؟ ها، العمود اهو، في الفراغ اللي جنب العمود كده، ولفي لفه واطلعي، لفي وادخلي ولفي لفه واطلعي، لفي على الابره وادخلي واطلعي بلفه، وبعدين اطلعي من كل الحلقات وخدي سلسله. يبقى انت كده قفلتي الدور بتاعك. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنلاقي نفسنا رحنا على الفراغ اللي بعد كده اهو، الفراغ اهو شايفينه، هدخل فيه واعمل غرزة حشو، بعدين سلسلة، وادخل في الفراغ اللي بعده على طول اهو، الفراغ اللي بعده، وادخل اعمل غرزة حشو. اللي انا عملته هنا هفضل مستمرية بيه، يعني هلف لفة على الابرة وهاجي هنا اوصل، خلاص انا كده وصلت للعواميد بتاعتي. هدخل على اول عمود اهو، ادخل فوق اول عمود، نوضح لنفسنا الشغل اهو، ادخل فوق اول عمود هنا واعمل عمود، بعدين 3 سلاسل، هلف لفة على الابرة وادخل هنا حوالين العمود والف واطلع، هلف وادخل حوالين العمود والف واطلع، هلف وادخل حوالين العمود والف واطلع 3 مرات، والف واطلع من كل حلقات، وبعدين اخد سلسله، نفس اللي انا عملته هنا. يبقى انا بعمل ايه بقى؟ شايفين الغرزه شكلها عامل ازاي؟ طيب انا بعمل ايه عشان نراجع الكلام تاني؟ انا بدخل فوق كل عمود اعمل عمود، وبعدين اعمل 3 سلاسل، وبعدين ادخل حوالين العمود واعمل غرزه بف من 3 لفات، وهكذا لغايه ما اخلص. ادخل على الفراغ اللي بعده على طول. طبعا انا هعمل قدامكم الجزئيه دي عشان خاطر اسيبكم بقى ونكمل مع نفسنا الشغل ده. تاني عمود اهو، بعدين 3 سلاسل، وبعدين الف لفه وادخل حوالين العمود واعمل غرزه بف من 3 لفات، واخد سلسله ان انا اقفل، وبعدين الف ادخل اعمل عمود، بعدين 3 سلاسل، الف لفه على الابره، وحوالين العمود اعمل غرزه بف مكونه من 3 لفات، واطلع واخد سلسله. خلاص. طيب يلا كمان، هلف لفه على الابره واعمل عمود، 3 سلاسل، خلاص كده. هلف لفه وحوالين العمود هشتغل غرزة بف من 3 لفات، وبعدين اخد سلسلة. كده انا عملت كام؟ 4. نعمل بقى بالراحة خالص اخر عمودين عشان خاطر هنسيبكم بعدهم. هلف لفة على الابرة اهو، وادخل في العمود اعمل عمود، شايفين؟ 3 سلاسل، لف لفة على الابرة حوالين العمود ده، حوالين العمود، وهعمل غرزة بف، وهلف 3 مرة، وبعدين الف واطلع من كل الحلقات واخد سلسلة. اخر عمود ليا اهو، هدخل واعمل عمود، بعدين 3 سلاسل، وهلف حوالين العمود واعمل غرزة بف من 3 لفات، واطلع واخد سلسلة. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اروح على الفراغ اللي بعده اهو، وادخل اعمل غرزة حشو، بعدين سلسلة، الفراغ اللي بعده اروح فيه واعمل غرزة حشو، شايفين؟ واضحة كده؟ طيب نرجع كده بالتصوير بتاعنا، نصغر شوية عشان تشوفوا. هي دي الغرزة يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهي، بنفس الطريقة دي كده نفضل نشتغل المنظر ده او الغرزة دي، وبعدين سلسلة وغرزة حشو وسلسلة، كامل كده للنهاية، وارجع لكم تاني ان شاء الله تشوفوا الشغل هيكون شكله عامل ازاي. حبايبي الفنانين، رجعت لكم تاني بعد ما عملت وخلصت الدور كله بتاع الغرزه دي، وزي ما انتم شايفين طبعا شكلها في منتهى الرقه والجمال. شوفوا
يعني بصراحه تحفه، ومناسبه طبعا ان انتوا تعملوها برضو اطراف البلوزه حاجات كده. بس انا حبيت ابداها من تحت خالص، فقلت اقفل السطر ده قدامكم ونبدا نشتغل لفوق بقى الغرزه بتاعتنا. هنقفلها ازاي؟ طبعا انا حددت علشان خاطر الخيط رفيع قوي ومش باين فيه الغرز قوي. طبعا انا كنت بدات، ولو انتوا فاكرين كنت بدات بغرزه حشو وبعدين سلسله وبعدين غرزه حشو، صح؟ دي اول حاجه غرزه الحشو، انا علمتها بماركر عشان تشوفوها. خلاص، فهبدا دلوقتي ان انا اشيل الماركر ده واحط هنا الابره في غرزه الحشو واعمل غرزه منزلقه. يبقى انا كده قفلت السطر بتاعي. يعني ايه غرزه منزلقه؟ يعني الف لفه على الابره واطلع من هنا ومن هنا كمان، تمام كده. وهلف لفه ابره واخد سلسله هو اسحب. انا دلوقتي عاوزه اقص الخيط، هطوله شويه ومش هقص بالمقص يا حبايبي، هقص بالولاعه. ليه بقى؟ عشان خاطر خيط الحرير بينسل معايا، وجربته كذا مره لقيته بينسل معايا. وانا كده قصيت الخيط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. ابدا طبعا ان انا اخده بابره التنظيف واخفيه بقى وسط الخيوط ان شاء الله. طيب انا دلوقتي عايزه اشتغل واكمل البلوزه دي كده من تحت، يعني كده البلوزه من تحت. طيب انا عايزه ابدا ان انا اشتغل البلوزه بقى لفوق. هعمل ايه؟ نفس اللي انا اشتغلته بالظبط، نفس اللي انا اشتغلته. يعني ايه؟ نفس الغرز اللي اشتغلتها تحت هشتغلها فوق تاني، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي احنا هندخل فين يا حبايبي؟ وركزوا معايا شوفوا احنا هندخل فين دلوقتي. اللي احنا عملناه تحت هنا هو ده نفسه اللي احنا هنعمله في الناحيه دي. يعني مثلا زي ما انتم شايفين كده المكان ده اللي احنا عملنا فيه الاعمده، صح؟ واضحه معانا؟ ده اللي احنا عملنا فيه الاعمده. طيب الى الفراغ اللي بعده على طول، يعني بصي الاول على الاعمده اهو، دي الاعمده، ده الفراغ بتاع الاعمده، سيبيه ادخلي في الفراغ اللي بعده على طول. شايفاه؟ ادخلي هنا وجيب الخيط بتاعك واعملي عقده بدايه، واسحبي عقده البدايه في الفراغ ده واعملي سلسله. خلاص، في نفس الفراغ تاني هتدخلي جوه هنا وتعملي غرزه حشو. يبقى دي بدايه السطر بتاعك. طيب عايزين نعلم السطر ده عشان ما نغلطش، حطي الماركر بتاعك في غرزه الحشو عشان تشوفي الشغل بتاعك وانتي شغاله وتلاقيها بسهوله وما تغلطش فيها. خلاص اهو كده انا عملت اول حاجه. بعد كده 3 سلاسل نفس اللي احنا عملناه قبل كده، صح؟ 3 سلاسل، الفراغ اللي بعده غرزه حشو، تمام، 3 سلاسل، صح كده. يبقى انا كده عملت مرتين 3 سلاسل، الفراغ اللي بعده على طول غرزه حشو، تمام كده يا حبايبي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما عملت غرزه حشو هدخل على طول هنا في الفراغ ده. شايفين اهو انا عملت مرتين 3 سلاسل، وبعدين هدخل على طول على الفراغ اللي فيه الاعمده دي. هنبدا نشتغل في نفس مكان الاعمده 6 اعمده، يعني نفس الفراغ ده هشتغل فيه 6 اعمده، واحاول اخد الخيوط كلها معايا علشان اخفيها جوه الشغل. هلف لفه على الابره وهدخل في الفراغ ده واعمل عمود بلفه. اعمل كام عمود؟ زي احنا عملنا بالظبط المره اللي فاتت، عملنا 6 اعمده. ادي تاني عمود، وادي تالت عمود، 4 5 6، تمام كده. بعد كده هدخل على طول على اول فراغ هيجيلي، اول فراغ هيجيلي على طول كده اروح انا رايحه عليه وعامله غرزه حشو في الفراغ اللي بعده على طول. وبعدين اعمل 3 سلاسل مرتين بقى، يعني 3 سلاسل اهو، ادي 1 2 3، وادخل بقى على الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو. وبعدين ادي 1 2 3، والفراغ اللي بعده اهو ادخل في الفراغ اللي بعده اعمل غرزه حشو. هتلاحظ ان انت جيت عند ايه؟ عند العواميد اهو، صح كده؟ واضحه؟ هشتغل هنا ال6 عواميد، يبقى نفس اللي انا اشتغلته بالظبط هنا هبدا ان انا اشتغله هنا بالدورين دول. يعني انا
هرجع لكم المره الجايه لما اعمل نفس الشغل ده بالظبط اللي احنا اشتغلناه مع بعض. احنا اشتغلنا العواميد دي، وبعدين اشتغلنا العواميد اللي جواها ملفوفه عليها غرزه بف. هرجع لكم ان شاء الله بعد ما اكون عملت الصفين دول، ونشوف هنبدا نكمل البلوزه ازاي وهيكون شكلها عامل ازاي. بس زي ما اوريكم برضو لازم تشوفوا شكل الغرزه وجمالها، تنفع طرف لشغل كتير، تقدري تستخدمي الغرزه دي في شغل كتير ليكي. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون الشغل عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي لو شرحي عجبكم واستفدتوا مني اي حاجه اعملوا لايك للفيديو ده عشان يترفع، ويا ريت شير وكومنت حلو كده زيكم. يلا شجعوني شجعوني واكمل كله وارجع لكم تاني، انتظروني. رجعت لكم يا حبايبي لما خلصت اهو كل الغرزه زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. دي ممكن كمان نعملها سورتيت او ربطه راس للبنوته. دلوقتي احنا نبدا نكمل الغرز بتاعتنا. خلاص احنا كده المفروض ان انت ممكن تقدري لو حابه تعملي الفستان تقيل ان انت تكملي بنفس الادوار فوق بعضها. بس طبعا انا حاسه ان هي تقيله. انا كنت مقرره ان انا هعمل ادوار بنفس الغرزه دي، بس طبعا ده شغل صيفي فما ينفعش ان انا اخليه تقيل ويبقى كده بصراحه ظلم وحر قوي. طبعا انا قفلت عند اول غرزه حشو. المفروض ان في هنا سلسله وبعدين غرزه حشو وبعدين الشغل اللي احنا بنشتغله صح كده. طيب انا دلوقتي هدخل في قلب السلسله هنا، ونكبر شويه بقى الايه التصوير بتاعنا عشان نشوف. خلاص انا هدخل في قلب السلسله هنا تمام، وهعمل غرزه منزلقه. هلف كده واطلع من هنا ومن هنا. في الحاله دي انا هعمل 4 سلاسل بقيمه عمود بلفتين، يعني اقول 1 2 3 4. خلاص عملنا كده 4 سلاسل بارتفاع عمود بلفتين. هنبدا دلوقتي نعمل ايه؟ هلف لفتين على الابره وهدخل في الفراغ ده. يعني انا عندي هنا اللي هي غرزه البف دي، هدخل في الفراغ ده واعمل هنا غرزه عمود بلفتين. عملت فين العمود بلفتين اهو، عملته هنا ما بين غرزه البف الاولى وغرزه البف الثانيه. تمام كده. هعمل 3 سلاسل 1 2 3. بعد كده هسيب غرزه البف اللي بعدها. يعني انا اشتغلت هنا، هدخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزه حشو. هدخل في الفراغ اللي بعده كده واعمل غرزه حشو، وبعدين اعمل 3 سلاسل، والفراغ اللي بعده ادخل اعمل غرزه حشو، وبعدين 3 سلاسل، والفراغ اللي بعده اعمل ايه بقى؟ هنا اعمل غرزه حشو. تمام كده. بعد كده هعمل 3 سلاسل اهو. هيتفضل عندي فراغ واحد بس كده صح كده، يعني هيبقى عندي غرزتين بف وبينهم فراغ واحد بس. هلف لفتين على الابره وهدخل في الفراغ ده واعمل عمود بلفتين. ادي اول لفه وتاني لفه. خلاص كده تمام كده مظبوط. طيب بعد كده مش هعمل اي سلاسل ولا اي حاجه، هلف لفتين على الابره وهدخل في مكان السلسله هنا اللي احنا كنا عاملينه. احنا كنا عاملين حشو وسلسله وحشو. ادخلي في قلب السلسله بتاعتك واعملي عمود بلفتين. تمام. بعد كده هلف لفتين على الابره وهدخل في الفراغ اللي جاي ده على طول. الفراغ اللي جاي على طول ده هدخل فيه واعمل عمود بلفتين. خلاص كده انا عملت 3 اعمده بلفتين زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هعمل 3 سلاسل وهاجي في الفراغ اللي بعده هنا وادخل اعمل غرزه حشو، وبعدين 3 سلاسل، والفراغ اللي بعده ادخل اعمل غرزه حشو، وبعدين 3 سلاسل، الفراغ اللي بعده اعمل غرزه حشو. بعد كده اعمل شوفوا وصلت هنا اللي فيه ما عادش فيه عندي غير فراغ واحد بس، شايفينه؟ اعمل 3 سلاسل. تمام. وبعدين الف لفتين على الابره وهدخل في الفراغ ده اللي هو ما بين غرزتين البف دول، هدخل هنا واعمل عمود بلفتين. تمام كده. وبعدين الف لفتين على الابره
وادخل فين؟ في غرزة السلسلة اللي هي ما بين الغرزة دي والغرزة دي، اللي هي غرزة السلسلة اللي في النص هنا، اللي هي غرزة حشو سلسلة حشو. هدخل في غرزة السلسلة كده واعمل عمود بلفتين، بعدين الف لفتين على الابرة وادخل في اول فراغ بين غرزتين البف. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وادخل بين غرزتين البف هنا في الفراغ ده واعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، وبعدين ادخل في الفراغ اللي بعده اهو في الفراغ ده شايفينه، واعمل غرزة حشو، 3 سلاسل، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو. ما عادش الا ايه؟ ها، فراغ واحد بس هو اللي فاضل، يعني لسه غرزتين بف. هعمل 3 سلاسل، هلف لفتين على الابرة وهدخل في الفراغ ده واعمل عمود بلفتين، وبعدين الف لفتين على الابرة وادخل فين؟ ها، زي ما اتفقنا في هنا غرزة حشو، في هنا غرزة حشو، وفي هنا سلسلة. ادخل في السلسلة اللي في النص هنا واعمل عمود بلفتين، وبعدين الف لفتين على الابرة وادخل فين؟ ما بين الغرزة دي والغرزة دي في الفراغ الاولاني ده واعمل عمود بلفتين. وهكذا يا بنات تعملوا 3 سلاسل وبعدين غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، 3 سلاسل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل، وبعدين تيجي على اخر فراغ وتعملي فيه عمود بلفتين، وبعدين في السلسلة عمود بلفتين، وبعدين في اول فراغ عمود بلفتين، وهكذا لغاية النهاية. هرجع لكم تاني لما نكون خلصنا كل الجزئية دي. زي ما انتم شايفين كده يا بنات خلصت الدور. دلوقتي انا هقفل فين بقى؟ طبعا انا كنت بدأت هنا بعمود بلفتين وبعدين عملت بعدها على طول عمود بلفتين هنا، صح كده؟ شايفين؟ هدخل هنا فوق هنا، يعني في الناحية في الحتة دي بالظبط. خلاص اهو هدخل هنا واعمل غرزة منزلقة، تمام كده، واعمل غرزة منزلقة. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ دلوقتي نشتغل بقى ايه؟ شغل سلاسل عشان نخلي البلوزة تكون خفيفة خالص. وهدخل انا في الفراغ ده تاني كده واعمل غرزة منزلقة، شايفين اهو، واعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وادخل على طول في السلاسل اللي بعدها. شايف الفراغ ده اهو؟ الفراغ ده ادخل فيه واعمل غرزة حشو، تمام. بعد كده 5 سلاسل، والفراغ اللي بعده على طول اللي هو كان 3 سلاسل هنا ادخل فيه اهو واعمل غرزة حشو و5 سلاسل. هكمل كده لغاية نهاية الدور وارجع لكم تاني ان شاء الله. هعمل في كل فراغ كده زي ما انتم شايفين كده، شايفين اهو؟ ادي فراغ اهو اللي هو العمود، طبعا دي 3 سلاسل وبعدين ده العمود اهو. ادخل هنا في الفراغ ده واعمل غرزة حشو، وبعدين 3 سلاسل. مالكيش دعوه بقى بالثلاث اعمده دول خالص، ادخلي في الفراغ ده واعملي غرزة حشو، وبعدين 5 سلاسل، وهكذا لغايه نهايه الدور يا بنات. ارجع لكم تاني ان شاء الله علشان نشوف هنقفل السطر ده ازاي. خلصت انا يا بنات كده كل السلاسل وعملت كله 5 سلاسل، تمام. وصلت للنهايه كده، والمفروض ان انا دلوقتي اقفل ازاي؟ انا محتاجه اوصل في نص السلاسل من غير ما اعمل غرز منزلقه ولا كلام من ده. فاعمل ايه دلوقتي؟ هعمل سلسلتين بس خلاص، وهلف لفه على الابره، وهدخل فين؟ في اول حاجه هنا في الغرزه دي اهو، دي 5 سلاسل صح. هدخل في اول غرزه هنا كده، اول غرزه حشو هنا هدخل فيها واعمل غرزه عمود عادي اهو. اعمل غرزه عمود، انا عندي طبعا 3 لفات على الابره اهو. هلف لفه واطلع من 2 والف لفه واطلع من 2. لاحظنا ايه كده؟ لاحظنا ان انا بقيت في نص ال5 سلاسل، مش العمود ده بقيمه 3 سلاسل والسلسلتين دول، يبقى كده كأن انا 5 سلاسل. هعمل 5 سلاسل وهدخل على طول في ال5 سلاسل اللي بعدها واعمل غرزه حشو. طيب علشان ما اغلطش اجيب الماركر بتاعي عشان ما اغلطش وادخل بقى في يعني ادخل في الصفوف ورا بعضها وانا مش عارفه اقفل فين بالظبط. انا كده علمت اول واحده اهو، دي اول واحده اللي المفروض ادخل هنا بالظبط واعمل القفله بتاعتي. خدي بالك ان انت كل مره هتقفلي نفس القفله اللي انا قفلتها دي بالظبط. يعني ايه؟ يعني كل مره هتوصلي للنهايه هنا
تفضلي تشتغلي 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 لما توصلي النهايه. هنا هتعملي في اخر 5 سلاسل، المفروض تعملي 5 سلاسل، اخر 5 سلاسل هتعمليهم، لا انت مش هتعملي 5 سلاسل، هتعملي سلسلتين وبعدين عمود في الجزئيه دي بالظبط. انا هعمل كده ارتفاع مناسب ليا وارجع لكم تاني واقول لكم عملت قد ايه بنفس الطريقه دي. طبعا نفس الطريقه دي اشتغلتها في البلوزه اللي هي بنفس اللون بنفس الخيط ده. طبعا انا حابه ان انا اعمل غرزه متشابهه عشان خاطر انا وتوته نبقى توينز مع بعض كده، في الملابس بتاعتنا نبقى شبه بعضها والغرز تكون برضو متقاربه. فانتظروا ان شاء الله، هرجع لكم تاني بعد ما اعمل كذا دور للشغل ونبدا نكمل الفستان بتاعنا او البلوزه بتاعتنا، او تشوفوا انتوا حابين تعملوها ايه. انتظروني. دلوقتي زي ما انتم شايفين يا حبايبي، رجعت لكم لما عملت كل السلاسل زي ما احنا قلنا 5 سلاسل وغرزه حشو. تمام. وعشان تحددي مقاسك مظبوط لازم تفردي الشغل كده، خلاص كده. لازم الشغل يكون مفرود قدامك، لان طبعا زي ما انت شايفه ان الشغل كده يعني بيكون ملموم على بعضه، وخصوصا لما يكون سلاسل ما بيتفردش الا لما يكون طبعا البنوته لابساه. فعشان تحددي المقاس لازم تفردي كده، خلاص، وتشوفي بالظبط كده نص المقاس او اقل من نص بحاجه بسيطه. ودلوقتي انا المفروض ان انا كنت بقفل بسلسلتين وبعدين اعمل عمود واقفل هنا، صح كده؟ لا انا طبعا المره دي مش هعمل كده، انا هعمل 5 سلاسل عادي، 1 2 3 4 5، وهدخل هنا في اول غرزه كنت طلعت منها واعمل غرزه منزلقه. يبقى انا كده خلصت وقفلت الدور ده، ووصلت للمقاس اللي انا محتاجاه والطول اللي انا محتاجاه. هبدا دلوقتي ادخل في الفراغ ده، اول فراغ هدخل فيه واعمل غرزه منزلقه كمان. تمام. واعمل 3 سلاسل ارتفاع عمود. بعد كده هلف لفه على الابره وادخل في نفس الفراغ ده واعمل كمان عمودين. يبقى انا كده عملت في الفراغ 3 اعمده، 3 سلاسل بقيمه عمود، وبعدين عملت عمودين بلفه. خلاص كده تمام. بعد كده اعمل سلسله وهلف لفه على الابره وهدخل في الفراغ اللي بعده على طول اهو، اعمل 3 اعمده. ادي 1 2، ادي 3 اعمده. شايفين كده؟ واضحه معانا؟ واضح معانا يا حبايبي كده؟ تمام. يلا سلسله واعمل في الفراغ اللي بعده ده 3 اعمده. ادي 1 2 جوه الفراغ 3، وبعدين اخد سلسله اهو، سلسله. شايفين كده؟ هكمل كده لنهايه الدور كله وارجع لكم تاني ان شاء الله عشان نشوف احنا هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي انا خلصت السطر كده اهو، وادي منظر ادعي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. خلصت الدور كله. شايفين؟ دلوقتي احنا هنقفل السطر ده وهنشوف احنا هنشتغل ازاي السطر اللي بعده. طبعا انا كنت هنا مرتفعه ب3 سلاسل، هدخل في السلسله الثالثه هنا، هدخل في السلسله الثالثه واعمل غرزه منزلقه اهو، هلف واطلع من هنا ومن هنا كمان. خلاص شايفين كده؟ طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هدخل هنا في الفراغ ده اللي قبلها على طول، وهلف لفه على الابره واطلع من هنا ومن دي كمان. شايفين كده؟ تمام. تمام كده. هعمل 3 سلاسل بقيمه عمود وهلف لفه على الابره وادخل في نفس الفراغ تاني ده واعمل كمان عمودين. ادي عمود وادي كمان عمود. يبقى انا كده عملت 3 اعمده في الفراغ ده. بعد كده هعمل سلسله، وكل شغلي دلوقتي هيكون على الفراغ ده اللي هو مكان السلسله اللي انا عاملاها، يعني الفراغ ده والفراغ ده كده. خلاص هعمل هنا 3 اعمده. ادي 1 2 3، دي غرزه الجراني، دي غرزه الجراني. بعد كده سلسله هلف دلوقتي يا حبايبي لفه على الابره زي ما انتم شايفين كده، وهدخل في الفراغ ده واعمل 3 اعمده بلفه. ادي اول عمود، وادي تاني عمود، وادي تالت عمود. خلاص. وبعدين سلسله، وهكذا يا حبايبي اقفل الدور واخلصه وارجع اشتغل في مكان الفراغ ده اللي هو مكان السلسله بتاعتي. اخلص كله واقول لكم هنعمل ان شاء الله كام دور وارجع لكم تاني ان شاء الله. انتظروني. ورجعت لكم يا حبايبي لما خلصت غرزه الجراني وعملت 6 ادوار للغرزه زي ما انتم شايفين، 1 2 3 4 5 6. لو انت حابه تطولي عن كده براحتك،
طبعا ده حسب المقاس طبعا اللي انت بتشتغلي عليه. انا بشتغل على مقاس 4 سنين. ودلوقتي انا المفروض ان انا اقفل السطر بتاعي، فادخل دلوقتي في تالت سلسله هنا اللي هي ارتفاعات العمود اللي انا عملته، اول غرزه عملتها، واعمل غرزه منزلقه. طيب بعد كده هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل 3 سلاسل بقيمه عمود، وهلف وادخل في العمود التاني على طول واعمل غرزه عمود، وبعدين العمود التالت هدخل واعمل غرزه عمود. تمام كده. وبعدين هسيب السلسله دي ماليش دعوه بيها، وادخل في العمود اللي بعده واعمل غرزه عمود، وهعمل كده فوق كل عمود عمود، وماليش دعوه بالسلسله خالص. انا ليه بعمل كده؟ ليه انا بعمل كده؟ عشان خاطر عايزه اعمل تناقص لمنطقه الوسط. تمام اهو. هبدا اعمل لكل عمود فوقه عمود، وهتجاهل خالص جزئيه السلسله، مش هعمل فيها اي حاجه. وبكده هنلاحظ ان الوسط بقى اضيق طبعا من البلوزه من تحت اهو. شايفين؟ هكمل كده للنهايه، وهتجاهل خالص السلسله دي، مش هشتغل فيها اي حاجه، وكل عمود هعمل فوقه عمود. هخلص كده وارجع لكم تاني ان شاء الله. حبايب قلبي، رجعت لكم لما عملت كل الاعمده زي ما انتم شايفين كده، وخلصت كل السطر. ودلوقتي انا حددت طبعا دي اخر حاجه اشتغلتها، ودي الغرزه اللي انا حددتها اللي هي تعتبر منتصف البلوزه عشان احدد الصدر والظهر. طبعا انا محتاج اعمل البلوزه دي، هعملها بزراير، فهعمل الزراير بتاعتها من الخلف، ويكون اللي قدام كده هو القطعه الواحده، وهيكون الظهر هو اللي قطعتين. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اشتغل غرزه مضاعفات العدد 14. خلاص. طيب انا دلوقتي مش هعد الغرز، انا هعمل ايه؟ انا هشتغل الغرزه عادي جدا، تمام، لغايه ما اوصل. لو وصلت لغايه هنا يبقى تمام، يعني لو وصلت لغايه هنا 14 يبقى كده خلاص انا هشتغل القطعه كامله على الجزئيه دي. طب لو انا وصلت مثلا لهنا وكده 14 خلصوا، اجي هنا ما يكملش 14، يبقى انا ساعتها هجيب العدد اللي فاضل واقسمه، واسيب تحت الباط جزئيه بسيطه كده، فاهمني؟ عشان خاطر نظبط العدد بتاعنا بالظبط. يلا نبدا دلوقتي على طول نشتغل الغرزه بتاعتنا. اول حاجه هنرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهلف لفه على الابره واسيب من تحت عمود، وادخل في العمود اللي بعده واعمل عمود بلفه اهو. ادي عمود. تمام كده. بعد كده هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. خلاص. هعد من تحت هنا 5 أعمدة، ادي 1 2 3 4 5. والعمود السادس، العمود السادس ده هشتغل فيه، ادي اول عمود، وبعدين سلسلتين في نفس المكان، في نفس المكان هعمل تاني عمود، سلسلتين في نفس المكان، تالت عمود، سلسلتين، وفي نفس المكان رابع عمود. تمام كده لغايه كده طبعا واضحه صح كده يا حبايبي؟ بعد كده اعمل 4 سلاسل، وهعد من تحت 5 أعمدة، وادخل في العمود السادس واعمل عمود، ادي 1 2 3 4 5، والسادس ده هدخل فيه واعمل هنا عمود، وبعدين سلسلة، وهلف لفة على الإبرة واسيب من تحت عمود، وادخل في العمود اللي بعده واعمل عمود بلف. شايفين كده منظر الغرزة كده واضح؟ طيب هو هيوضح طبعا لما نبدأ نكمل الغرزة مع بعض. هبدأ أكمل نفس اللي أنا عملته بالظبط. يعني إيه؟ أنا عملت 4 سلاسل، وبعدين عملت عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، سلسلتين، عمود، وبعدين 4 سلاسل. نفس الكلام اهو، 4 سلاسل، 1 2 3 4. أدخل تحت هنا وأعد 5 أعمدة، 1 2 3 4 5، والستة دي هدخل فيها وأعمل عمود. تمام. بعد كده سلسلتين
في نفس المكان اللي دخلت فيه العمود ده هدخل اعمل العمود التاني، وبعدين سلسلتين في نفس المكان تاني هعمل تالت عمود، سلسلتين، رابع عمود في نفس المكان، وبعدين 4 سلاسل، وهنزل تحت اعد يلا 1 2 3 4 5 والستة ادخل اعمل عمود. خلاص كده. وبعدين سلسلة، وهلف لفة على الابرة واسيب من تحت عمود واحد بس، وادخل في العمود اللي بعده واعمل فوقه عمود. شايفين المنظر كده عامل ازاي؟ يلا نكمل. 4 سلاسل، نسيب من تحت 5 أعمدة، والسادس ندخل نعمل فيه أول عمود، وبعدين سلسلتين، تاني عمود في نفس المكان، تمام، سلسلتين، تالت عمود في نفس المكان، سلسلتين، ورابع عمود. خلاص. بعد كده 4 سلاسل، نعد من تحت 1 2 3 4 5 والسادس ادخل اعمل فيه عمود. وبعدين سلسلة واسيب عمود وادخل في اللي بعده واعمل عمود. كل حاجة قدامكم بالتفاصيل اهو، ما قطعناش الفيديو ولا عملنا اي حاجة خالص في الشغل. هبدأ دلوقتي اكمل نفس الشغل اللي انا اشتغلته كده. خلاص. نفس النظام هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. انا كل ده بعمل لحد ما اوصل للعلامة بتاعتنا. عملت 4 سلاسل، ادخل من تحت هنا واعد 1 2 3 4 5 والسادس، العمود السادس هدخل فيه واعمل اول عمود، سلسلتين، تاني عمود، سلسلتين، تالت عمود في نفس المكان يا حبايبي، وبعدين سلسلتين، وبعدين رابع عمود. بعدين كده 4 سلاسل، 1 2 3 4. هنيجي تحت هنا ونعد ونقول 1 2 3 4 5 والسادس ادخل اعمل عمود هنا، بعدين سلسلة، وبعدين اسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها واعمل عمود. شايفين يا حبايبي؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ يلا نكمل. 4 سلاسل يا بنات، سوري، 4 سلاسل، ونعد من تحت يلا 1 2 3 4 5 والسادس اعمل اول عمود، سلسلتين، تاني عمود في نفس المكان. ناخد بالنا من الحركة دي، في نفس المكان، تالت عمود في نفس المكان، سلسلتين ما بين كل عمود وعمود، سلسلتين، وده رابع عمود. بعد كده 4 سلاسل، ونعد من تحت 1 2 3 4 5 6 اعمل عمود، سلسلة، وبعدين اسيب سلسلة واعمل عمود. طيب احنا دلوقتي يا ترى دول هيجيبوا 14 ولا لا؟ لازم يكون بداية السطر بتاعي، لازم يكون بداية السطر اللي انا بشتغله دلوقتي يكون عمود، سلسلة، عمود، وبعدين الشغل ده، ونهاية السطر تكون برضو عمود، سلسلة، عمود، زي ما انتم شايفين كده. والشغل لو جيت دلوقتي يا حبايبي اعد الغرز دي هلاقيها 10 اعمدة. لو انت عندك يكفي ومظبوط يبقى تمام، تمام جدا. طب لو هي يعني لو دي كملت 14 كملي شغلك عادي لغاية العلامة. طب لو ما كملتش خلاص مش مشكلة، هعتبر ان دي هي الجزئية اللي هتكون تحت الباط وهشتغل على هذا الاساس. تمام. انا كده خلصت الدور بتاعي
وهعتبر كده ان دي منطقة الصدر بتاعة البنوتة، لان انا كده مش هقدر اكمل واحط هنا كمان غرز واخلي دي خلاص تحت الباط، وهنظبط احنا بعد كده الشغل مع بعض. تمام. هبدأ دلوقتي ارتفع السطر اللي بعد كده. ارتفع السطر بعد كده ايه؟ هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وهلف الشغل. تمام. واعمل فوق العمود ده عمود، هلف لف على الابره وادخل اعمل هنا عمود. خلاص اهو. بعد كده هعمل سلسلتين، ادي 1 2، وادخل في الفراغ ده اللي هو 4 سلاسل، شايفينه كده؟ هدخل هنا في الفراغ ده واعمل غرزة حشو لغاية كده. تمام. عندي هنا عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود، زي ما انتم شايفين كده اهو، واضحة معانا. نفرد الشغل مع بعض عشان نشوف. عندي هنا عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود سلسلتين. هبدأ دلوقتي اشتغل ازاي يا بنات؟ فوق العمود ده، اول عمود ده هعمل عمود، فوق العمود هعمل عمود. بعد كده الفراغ ده اللي هو مكان السلسلتين دول هعمل 3 اعمدة جواه، ادي 1 2 3. خلاص. طيب بعد كده هدخل فوق العمود ده واعمل عمود، فوق العمود التاني اهو، واعمل عمود. تمام. عندك هنا السلسلتين اللي بعد كده، السلسلتين بتوعنا اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هندخل جوه السلسلتين دول ونعمل عمود، وبعدين سلسلتين، وفي نفس المكان تاني بتاع الفراغ ده هعمل هنا عمود. خلاص. وبعدين اعمل فوق العمود عمود. الفراغ اللي بعده هنا هعمل عمودين اهو، لا 3 اعمدة، ادي 1 2، فوق السلسلتين قصدي دول هعمل 3 اعمدة، ادي 3 عمود. بعد كده هدخل فوق العمود ده واعمل عمود، فوق العمود هعمل عمود كده. واضحة معانا؟ طيب دلوقتي انا هعمل ايه؟ هاجي في الفراغ ده اللي هو 4 سلاسل واعمل غرزة حشو في الفراغ نفسه. بعد كده سلسلتين، وادخل على طول على العواميد دي. عندك عمود سلسلة عمود، صح كده؟ زي ما انت شايفه كده اهو، عمود سلسلة عمود. هدخل على طول اعمل فوق العمود عمود، ادي فوق العمود عمود، وبعدين سلسلة، وادخل فوق العمود اللي بعده على طول اعمل عمود. خلاص كده. تمام. وبعدين بعد كده هعمل سلسلتين، وهبدأ ادخل في المكان ده اللي هو 4 سلاسل، هدخل في الفراغ ده واعمل غرزة حشو واشتغل على العواميد دي نفس اللي انا عملته هنا بالظبط. هنعمل كمان مرة ونشوف هيكون الشغل عامل ازاي. هلف لف على الابرة وادخل في العمود ده، فوق العمود هعمل عمود، فوق العمود هعمل ايه؟ عمود. عندك هنا السلسلتين، ادخلي جوه السلسلتين دول واعملي 3 اعمدة، ادي 1 2 3. ندخل هنا على طول فوق العمود ونعمل عمود. خلاص. فوق العمود عملنا عمود، وبعدين ادخلي في الفراغ اللي بعده على طول ده اللي هو السلسلتين دول، وادخلي جواه واعملي عمود، وبعدين سلسلتين، وفي نفس الفراغ تاني اعملي عمود تاني، وبعدين فوق العمود اللي جاي ده نعمل عمود، فوق العمود نعمل عمود، بعدين نعمل 3 أعمدة في الفراغ ده، ادي 1 2 3. بعد كده ندخل فوق العمود ونشتغل عمود. شايفين الغرزة سهلة وبسيطة ازاي يا حبايبي؟ في منتهى السهولة.
ادخلي على الفراغ على طول اللي هو 4 سلاسل ده، واعملي غرزة حشو هنا في الفراغ ده، اعملي غرزة حشو. وبعدين سلسلتين، وتروحي فين دلوقتي؟ تشتغلي على الأعمدة دي اللي هي عمود سلسلة عمود. اشتغلي فوق العمود عمود، وبعدين سلسلة، وبعدين فوق العمود اللي بعده عمود. خلاص بعد كده سلسلتين، ونسرع بقى شويه الشغل عشان احنا كده المفروض ان احنا فهمنا الشغل صح. طيب احنا كده عملنا سلسلتين، هندخل في الفراغ ده اللي هو 4 سلاسل ونعمل فيه غرزة حشو. نشتغل فوق العمود عمود، في الفراغ اللي بعده عفوا يا جماعة، في الفراغ اللي بعده هعمل 3 أعمدة، 1 2 3. بعد كده هدخل في العمود اللي بعده اعمل عمود، الفراغ اللي بعده اعمل عمود، بعدين سلسلتين. بعد كده هدخل في نفس الفراغ واعمل عمود، وفوق العمود عمود، وبعدين في الفراغ ده 3 أعمدة، ادي 1 2 3. وبعدين فوق العمود هنا عمود. بعد كده نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هندخل في الفراغ ده اللي هو 4 سلاسل ونعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلتين، وندخل نشتغل على العمود ده عمود، وبعدين سلسلة، وفوق العمود عمود. طبعا احنا لسه فاضل لنا غرز هنا قدامنا زي ما احنا شايفين كده، فاضل لنا 2 بس. خلاص، فاحنا عشان كده هنكبر شويه الشغل عشان نركز مع بعض لو احنا مش شايفين الشغل كويس. ها يلا نركز مع بعض ونبدا الغرز تاني كأننا هنبدا من اول وجديد خالص، عشان ابقى اسست لكم الغرزه وتبداوا تشتغلوا مع نفسكم باقي الادوار. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل سلسلتين اهو، نركز بقى نشتغل بالراحه خالص. ادي 1 2 خلاص، وادخل في ال4 سلاسل دي واعمل غرزة حشو. ادي غرزة حشو. بعد كده هشتغل فوق العمود عمود، الفراغ ده هشتغل جواه 3 أعمدة، ادي 1 2 3. كويس كده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنشتغل فوق العمود، العمود ده هنشتغل عمود، وبعدين في الفراغ اللي بعده على طول هنشتغل عمود. بعد كده سلسلتين، وهدخل تاني في نفس الفراغ تاني اللي اشتغلت فيه اخر مرة واعمل كمان مرة عمود، واطلع على طول فوق العمود اللي بعده على طول ده اشتغل عمود، فوق العمود اشتغل عمود. وبعدين الفراغ ده هشتغل فيه 3 سلاسل، 3 أعمدة، ادي 1 نشتغل فوق الفراغ اللي هو سلسلتين دول هنشتغل 3 أعمدة، ادي 1 2 3. وبعدين فوق العمود هنا هنشتغل عمود، ادي العمود اللي فوق العمود. بعد كده هنشتغل في الفراغ ده غرزة حشو عشان نقفل. بعد كده سلسلتين، ندخل على العمودين دول اهو، عمود سلسلة عمود، واعمل عمود سلسلة عمود، ادي عمود وبعدين سلسلة، وبعدها على طول العمود اللي بعده نعمل فوقه عمود، وبعدين سلسلتين. ادخلي في مكان ال4 سلاسل دي واعملي هنا غرزة حشو. خلاص نبدأ نشتغل اخر حاجة ونلف لفة على الابرة ونعمل فوق العمود هنا عمود، وبعدين في الفراغ ده 3 أعمدة، ادي 1 2 3.
وبعدين 3. ادخل في العمود اللي بعده على طول واعمل عمود، الفراغ اللي بعده اعمل عمود، بعدين سلسلتين في نفس الفراغ تاني اعمل عمود، وبعدين العمود اللي بعده اعمل عمود، الفراغ اللي بعده 3 اعمدة، وبعدين العمود اللي بعده اعمل عمود. خلصت كده، تعتبر اخر حاجة بالنسبة لنا. هدخل في الفراغ ده واعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلتين، خلاص. وهنبدأ نشتغل اخر حاجة اهو، عندنا عمود هنشتغل عليه عمود، تمام. هلف لفة ابرة واشتغل عليه عمود، وبعدين سلسلة. طبعا انا كنت عاملة هنا 4 سلاسل، صح. سلسلة هنسيبها وهندخل في السلسلة اللي جنبها ونعمل عمود. وبكده زي ما انتم شايفين خلصنا السطر بتاعنا، وقدامكم عملناه كله قدامكم، خلاص. طيب هيوضح اكتر كمان لما نبدأ نشتغل فوق بعض ادوار مختلفة. طيب انا دلوقتي هعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي هعمل 4 سلاسل ارتفاع السطر الجديد، يعني 3 سلاسل بقيمة عمود، والسلسلة اللي بتفصل بين العمود والعمود. فهعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. خلاص. دلوقتي انا كده فهمت الشغل ماشي ازاي. هبدأ دلوقتي اصغر تاني الشاشة، عشان كده احنا المفروض ان احنا فهمنا الغرزة ماشية ازاي. فهبدأ دلوقتي اشتغل فوق العمود عمود. يبقى انا كده عرفت العواميد دي فوقها عمود على طول، خلاص. يعني عمود سلسلة عمود. هشتغل فوق العمود عمود، تمام كده. بعد كده هعمل 4 سلاسل، نفس الدور الاولاني اللي عملناه هنعمله تاني. نقول 4 سلاسل، 1 2 3 4. واشتغل فين دلوقتي؟ اشتغل في السلسلتين دول اللي هما في النص اهو. شايفين الشكل ده في النص هنا. هشتغل هنا ادي عمود، اول عمود، بعدين سلسلتين، تاني عمود في نفس المكان، وبعدين سلسلتين، تالت عمود في نفس المكان، سلسلتين، وفي نفس المكان نعمل العمود الرابع، تمام كده. طيب زي ما انتم شايفين اهو. هبدأ بعد كده اعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. خلاص. فك شويه من الخيط كده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنشتغل على طول فوق العواميد دي. احنا عملنا 4 سلاسل اهو، صح. هنشتغل فوق العواميد اللي هي عواميد فوق بعضها دي. هلف لفه على الابره وادخل فوق العمود هنا واعمل عمود، وبعدين سلسله. العمود اللي بعده اهو، ادخل فوق العمود واعمل عمود. بعد كده 4 سلاسل، وهلف لفه على الابره وادخل في الفراغ ده واعمل اول عمود. ركزوا معايا عشان انا هسيبكم بعد الجزئيه دي، عشان خاطر انتوا كده عرفتوا المفروض نبدا نستمر على طول في السطور ازاي لغايه ما نوصل للمقاس المطلوب. بعد كده سلسلتين، وهلف لفه ابره وده تاني عمود، سلسلتين، تالت عمود، سلسلتين، ورابع عمود. بعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4. تروحي فين دلوقتي؟ تروحي فوق الاعمده اللي هو ادي عمود سلسله عمود، شايفاه؟ تلف لفه على الابره وتعملي عمود فوق العمود، عمود فوق العمود هنا، ادي عمود سلسله، والعمود اللي بعده نعمل فوقه عمود، بعدين 4 سلاسل. وهنشتغل فين دلوقتي؟ هنشتغل في مكان اللي في النص ده السلسلتين. هعمل عمود، هعمل عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود سلسلتين، عمود اهو، عمود سلسلتين،
تاني مرة عمود، سلسلتين، تالت مرة عمود، سلسلتين، رابع مرة عمود. خلاص. بعد كده اعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وبعدين ادخل دلوقتي فوق العمود واعمل عمود اللي هو عمود سلسلة عمود. ادي عمود سلسلة، والعمود اللي بعده اعمل عمود، 4 سلاسل، واشتغل بقى زي ما احنا اتعودنا هنا، نشتغل في النص هنا 4 أعمدة، وما بين كل عمود وعمود سلسلتين. هشتغل كده هنا وهنا. بعد كده هبدأ ارتفع تاني واشتغل الجزئية التانية اللي هي ايه، اللي هي عمود فوق العمود، وبعدين في الفراغ بتاع السلسلتين دول اعمل 3 أعمدة، وبعدين اعمل فوق العمود عمود، وبعدين اعمل في الفراغ اللي في النص عمود سلسلتين عمود. خلاص. ودلوقتي احنا هنفضل نكمل لغايه ما نوصل للمقاس المطلوب. والمفروض ان انا كده هعمل الجزئيه دي هنا بالطريقه دي كده بنفس الغرزه، وهقلب الشغل هنا كمان بعد ما اخلص. يعني شوفوا كده معايا، نركز مع بعضنا يا حبايب. احنا كده عملنا الجزئيه بتاعه الوش. خلاص. الصدر اهو، ده الصدر. خلاص. بعد ما اخلص للمقاس المطلوب، انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هاجي عند الصدر، عند الظهر بقى، عند الظهر ده، واعمل قطعتين. اعمل هنا قطعه هنا وقطعه هنا، يعني هنعمل قطعه في جزئيه كده وقطعه في الجزئيه دي. وهرجع لكم ان شاء الله نشوف احنا عملنا ايه ووصلنا لحد فين، وهقول لكم انا عملت كام دور. المفروض ان بعمل القطعه دي لمقاس 4 سنين، وهنتكلم ونشوف باقي المقاسات هتتاخد ازاي ونعمل ايه في المقاسات بتاعتها. وهنحاول برضو نعلمكم كذا حاجه، واحنا هنا ان شاء الله هنتعلم كذا غرزه. وزي ما انتوا وصلتوا، بما انكم وصلتوا للجزئيه دي في الفيديو، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو ده، وتشتركوا في القناه لو انتم ما اشتركتوش، فعلوا الجرس، شير، ويلا بقى ظبطوا الدنيا واكتبوا لنا تعليق جميل، كومنت حلو كده ظريف. يلا شجعوني وانا هكمل وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف هنعمل ايه. عايزه ابدا دلوقتي اقفل الجزئيه دي. هقفلها بالناحيه دي زي ما احنا قفلنا بالظبط دي كده. شوفوا انا قفلتها بايه، قفلتها بسلاسل. شايفين؟ قفلتها بسلاسل. هنشوف دلوقتي احنا قفلناها ازاي، وهنقفل كل حاجه قدامكم على الطبيعه طبعا. شوفوا الجنب ده على الجنب ده كده. خلاص. وهنجيب الابره والخيط بتاعنا ونعمل عقده بدايه. خلاص. وهنبدا دلوقتي نشتغل نوصل بسلاسل. هنوصل بسلاسل ازاي؟ هنجيب الطرف ده اهو، ونسحب عقده البدايه ونعمل غرزه حشو. السلسله الاول، وبعدين في نفس المكان غرزه حشو، عشان خاطر نبقى ثبتنا في المكان ده غرزه حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 سلاسل. ونيجي الناحيه التانيه اللي احنا هنشبك فيها الكم بتاعنا، هناخد برضو نفس الجزئيه، يعني نفس المكان ده البدايه، هدخل هنا فيه واعمل غرزه حشو، وبعدين 5 سلاسل. وهنيجي فين دلوقتي؟ شوفوا انا عملت هنا اهو نفس اللي انا عملته هنا هعمله هنا بالظبط. شوفوا انا اشتغلت مره هنا ومره في الوحده دي. تمام. هشتغل دلوقتي فين؟ دلوقتي هشتغل في السلاسل بتاعه الوحده، سلاسل الوحده دي. شايفينها؟ السلاسل في النص دي هدخل هنا واعمل غرزه حشو، وبعدين 1 2 3 4 5. تمام. وادخل في الوحده برضو دي واعمل غرزه حشو، وبعدين 1 2 3 4 5. وادخل فين دلوقتي؟ شوفوا كده، ادخل في العواميد دي كده واعمل هنا في النص اعمل غرزه حشو، وبعدين 1 2 3 4 5. والمكان اللي قصاده على طول اهو هنا ادخل هنا واعمل غرزه حشو. وهكذا يا بنات 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وادخل هنا في الجزئيه دي اللي هي الوحده دي، وادخل في السلاسل واعمل غرزه حشو،
تمام كده. وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وادخل هنا في السلاسل دي اللي هي الواحده اهي، شايفينها، واعمل غرزة حشو لغاية طبعا ما اخلص الكتف بتاعنا عشان نشوف شكله يكون عامل زي دي بالظبط كده. ونركز واحنا بنشتغل مع بعض اهو، سلاسل اهي. خلاص هكمل الجزئية بتاعت الكم دي واخلصها ونرجع تاني نشوف. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلصت كل الجزئيات بتاعتنا، جزئيات الشغل بتاعتنا كلها خلصناها، وشبكنا طبعا القطعتين كده اللي قدام دول. دلوقتي احنا هنعمل زراير وهنركب العروه هنا. طبعا دي العراوي اهي. خلاص هركب هنا زرارين وهشبكهم، والزرارين التانيين بس منظر كده في الجوانب هنا. خلاص تمام كده. فانا بعد ما كنت ناويه اعمل ان القطعه تكون مفتوحه من ورا، خلاص قررت ان انا اخلي دي تبقى هي اللي قدام. وهنعمل بقى حزام هنا، تحبي تعمليه بالخيط تمام، تحبي تعمليه بشريط ستان برضو يبقى جميل جدا. وان شاء الله لو حابين برضو الطرف ده زي ما انتم شايفين كده، طرف الكم من هنا، لو حابين تعملوا فيه غرزة بيكو تمام، لو حابين تسيبوه كده سادة يبقى كده برضو جميل جدا، وانا هسيبه كده سادة. خلاص وهنبدأ دلوقتي نحط حزام هنا، ندخل حزام في الجزئية دي، نعمل بس بشريط ستان كده وندخل هنا شريط الستان، هيدينا منظر جمالي كمان للبلوزة دي، وخصوصا ان البنوتة رفيعة كده وصغنونة، فعايزين بس نخلي البلوزة تكون مجسمة عليها. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده ركبت الزراير وركبت كمان شريط الستان، ودي كانت بلوزه النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى يكون شرح عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو ده، واللي ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده مع لولا. وان شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا بنات. ورجعت لكم يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده ركبت الزراير وركبت كمان شريط الستان، ودي كانت بلوزه النهارده. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى يكون شرح عجبكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو ده، واللي ما اشتركش في القناه يشترك بسرعه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده مع لولا. وان شاء الله انتظرونا في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا بنات.